ده فلوج يوم في حياة يوم اجازتها. اول ما فتحت عيني عملت كوباية شاي واخدت معاها القرصة دي، وده كان اول فطار. انا بقالي كام يوم باكل كتير كأن الشتا بدأ. صليت وفتحت الستارة عشان يدخل نور ربنا، ترتيب سريع للريسبشن. هو كان نظيف، فضيت غسلت الاطباق ومليتها تاني وشغلتها. بعدها عملت لابني في شرب الكراميل عشان يتلهي فيه شوية، ولكن هو ده لقوه فاتلهيت انا فيه. لو عاوزين طريقة الفشار بالكراميل من غير ما يتحرق منكم ويبقى تحفة قولولي. سيحت كيس زبدة كان عندي، وما تنسوش تحطوا رشة الملح عشان ما يبوظ. بعدها عملت السندوتش الرائع ده للحاج صاحب البيت، خطير يا بنات. بعد كده قلت اهتم بنفسي شوية، فعملت حنة بالصدر وشوية حاجات تانية كده. بجد انا مش مصدقة النتيجة. لو عاوزين او انتم مهتمين بالحنة والحاجات دي قولولي اقول لكم الطريقة. انا كمان كنت حاطة خلطة معينة كده عشان ما تنشفش، وفعلا سحر سحر، اقسم بالله حاسه ان فروه راسي بتتنفس. كمان كنت محتاجه جدا طقم حلل. انا عندي طقم حلل استانلس وطقم تاني بس قشر، فكنت محتاجه تترشحولي احسن انواع باسعار معقوله، واهم حاجه تكون غير لاصقه برضه. نرجع للحنه. اهم حاجه ان احنا نسيبها تخمر شويه. يعني انا بعد ما ظبطتها كده وحطيت كل حاجه فيها وصلت للقوام ده، سبتها تخمر حوالي ساعه. بعد كده الغدا كان مكرونة بالمشروم. لقيت عندي مشروم في التلاجة كان هيبوظ، كانت علبة، فعملت بيها المكرونة والصراحة تحفة 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 تحفة. انا كنت عاملة مكرونة وشاورما، ولكن المكرونة كفاية وكفيلة بان هي تحسس الواحد ان فيه بروتين وقوي كمان، فكانت جميلة جدا بصراحة. كمان استأذنكم تقولولي على انواع اير فراير، وهل اصلا ليها لازمة ولا ملهاش. انواع اير فراير تبقى حلوة وسعرها معقول برضو، عشان انا حاسة ان الاسعار بقت خزعبلية. فقولولي لو تعرفوا ايه افضل نوع. المهم اديت البيت كنسة سريعة. الحمد لله الدنيا مش مبهدلة قوي النهاردة. ووصلنا لاخر واحلى فقرة اللي بتقولي ان احنا خلاص خلصنا البيت، كان البخور. وبس كده يومي يكون خلص. اشوفكم في فلوج جديد. باي باي.